ازيكم يا بنات؟ حسيتي في يوم من الايام انك مكسوفه تتكلمي مع مامتك او اختك الكبيره في حاجات خاصه تخص عنايتك بنفسك واهتماماتك الشخصيه، وانك اوقات كتير مش واثقه في نفسك بسبب بشرتك او ريحه جسمك وبتبعدي حتى عن صحابك؟ لو وعايزه تستفادي اكتر، اعتبريني انا اختك الكبيره اللي هتقولك في الفيديو ده عن كل حاجه انت عايزه تعرفيها. ويلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل اللي معانا واللي هيفضل معانا بعد الفيديو. معاكم شيماء ودي قناة تاكسي. الاهتمام والنظافة بيزيد أكتر في فترة الدراسة. عشان خاطر إيه؟ عشان خاطر الاحتكاك الكتير والخروج الكتير ومدرسة ودروس وحاجات كتير زي دي. بصي بقى، من أهم الحاجات اللي أنت لازم تعمليها، مش هقولك قبل ما تنزلي لأن ساعات الواحد بيكون كسلان شوية ومش فايق كده ومصحصح، وكمان داخلين على الشتاء فالواحد بيخاف من البرد، ولكن الأهم لما ترجعي. أول ما ترجعي من البيت لازم تاخدي دش حلو كده عشان تحسي إن أنت فريش ومنتعشة، بشاور يكون برضو فريش ومنعش وريحته حلوة عشان يحسسك كده ان انت جسمك نظيف ومنتعشه. وحتى الحاجات اللي انت تعمليها وانت رايقه. من مرتين ل3 في الاسبوع هناخد شاور اعمق شويه واطول عشان تهتم ان جسمك دايما يكون نظيف، جلدك يكون نظيف، ريحتك دايما تكون حلوه. بصي، انت في مرحله ان جسمك بيتغير، يعني بدايه البلوغ، يعني احنا تقريبا في مرحله اعدادي. ففي المرحله دي خدي بالك ان ريحه جسمك كمان بتبتدي انها تتغير. فدايما صيف وشتاء هيكون معاكي الديودرنت بتاعك اللي هو مزيل العرق والخاص بيكي انتي، محدش غيرك يستخدمه. هتشوفي اكتر نوع مناسب ليكي وهو ده اللي هتجيبيه وتستخدميه. وفي الفيديو اللي هيظهر قدامك ده اتكلمت عن الحاجه اللي انا بستخدمها وعمري ما غيرتها. ممكن تشوفي الفيديو، يمكن الحاجه اللي انا بستخدمها تعجبك، لان القطعه اللي هكلمك عنها في الفيديو اللي انت هتشوفيه ان شاء الله مش هتخلي ليكي ريحه اصلا، يعني هتكون ريحتك على طول نظيفه. ولازم المكان ده يكون على طول نظيف جاف ويكون منتعش كده. نبتدي بقى ندخل على الخطوات المهمه والتقيله شويه، ومن اهم الخطوات دي وهي ازاله كل الشعر الزايد في الجسم، طبعا غير مرغوب فيه. واهم مكانين الاندر ارم والبيكيني. لازم دايما تهتم ان انت تشيلي اي شعر في اي مكان في جسمك علشان خاطر على طول جسمك يبقى نظيف، جلدك يبقى نظيف وشكله صحي وناعم، وكمان ريحتك على طول تكون حلوه. وطبعا يا بنات مش عايزه اقول لكم قد ايه الموضوع ده بيعزز ثقتك بنفسك جدا. ولو لسه في امهات واحنا في 2025 ما بتخليش بنتها تهتم بنفسها في الموضوع ده بالذات، ولا تنظف بشرتها من اي شعر زايد فيها وخصوصا المنطقه دي، وبتخلي البنت دايما في نص هدومها قدام اصحابها وعلى طول محرجه وعلى طول مكسوفه وعلى طول عماله تعمل كده وتعمل كده كل ما تيجي تكلم حد، منعا للاحراج ان حد يشوف حاجه شكلها سيء فيها. عاوزه اقول لحضرتك ان ده ما ينفعش، لان اول حاجه النظافه من الايمان، والرسول عليه الصلاه والسلام وصانا بالنظافه. وتقدري حضرتك تقري الحديث اللي هيظهر قدامك ده، لان دي من سنن الفطره. ولو بتسمعني دلوقتي بنوته صغيره، روحي وري الفيديو ده لماما خليها تسمع الكلام اللي انا بقوله. اول حاجه بقى تبداي بيها علشان خاطر تشيلي الشعر اللي احنا اتكلمنا عليه ده، وهي الشيفنج. اسهل طريقه تقدري تبداي بيها. اختاري نوع كويس، يكون نوع لطيف وجنتل كده علشان خاطر ما تاذيش نفسك وانت مش عارفه تستخدمي حاجه في الاول. وانا بجد ارشح لك دي لانها فعلا ممتازه، ناعمه جدا، لطيفه جدا على البشره، وكمان سعرها رخيص وفيها قطع كتير وهتقعد معاكي مده طويله قوي. بس بقى ما انصحكيش الشيفنج للبشره. انا عارفه ان هو سهل وهتستسهليه في الاول خالص، وخصوصا هي بشره وشك وخصوصا المنطقه دي بلاش، لان مع الوقت هتبقى مش حلوه خالص. فالمنطقه دي انا رشح لك ان انت تستخدمي كده الخيط، وبعد كده شوفي الطرق اللي تناسبك تريحك. ولو انت بقى عايز تبتدي على طول بالليزر فحلو جدا وتمام قوي. ندخل على النصيحه اللي بعدها، ودي من اهم النصايح جدا جدا جدا، هي الملابس الداخليه. بصي بقى، هنركز هنا شويه. لازم الملابس دي تكون قطن 100%، وخصوصا الاندروير. ولازم برضو تتغير كل يوم. حاولي تبعدي قدر الامكان عن الحاجات اللي فيها بلاستر، وده لانه هيضايقك ومش هيكون مريح. تاني حاجه المقاسات. ما تجيبيش مقاس صغير عليكي لمجرد ان شكله عجبك، لان ده غلط جدا وكمان مش مريح في الحركه. ولا تجيبي حاجه ضيقه عليكي جدا، لان ده
خطر جدا. لازم المقاس اللي تجيبيه يكون مظبوط عليكي كويس جدا، والمكان ده لازم يكون على طول جاف وناشف مش رطب خالص. النقطه دي مهمه جدا جدا جدا، وركزوا دايما على الحاجات اللي بقول فيها جدا كتير لانها فعلا مهمه. وده عشان نتجنب كده من البدايه اي ريحه سيئه ممكن تظهر، وبرده عشان خاطر صحه المكان ده وما يكونش اي بكتيريا ويحصل بعد كده اي ضرر لينا، ونتجنب برده في المستقبل ان يحصل اي غمقان في المكان ده. بصي بقى، لازم تكوني حريصه ان انت تستخدمي دايما فوط قطن 100%. في فوط مخصصه للحاجات دي، تجفيف وتنشيف المنطقه دي باستمرار. الفوط دي طبعا بتتغير على طول. تقدري في الموضوع ده تستعيني بمامتك او اختك الكبيره او اي طنط انت بترتاحي لها وبتتكلمي معاه، ولكن انا افضل مامتك هي اللي تساعدك وهي اللي تاخد بالها من بناتها، تشوف احتياجاتهم والحاجات اللي هم طالبينها حتى قبل ما هم يطلبوها منها. فانتي هتستعيني بماما وتقولي لها انها تجيب لك الحاجات دي لان انتي محتاجاها، او المناديل الورقيه القطن برضو 100% وتكون تقيله شويه، وطبعا تكون معاكي على طول في شنطتك او في البيت عموما، يعني في المكان بتاع التواليت الحمام بقى موجوده فيه على طول. ويا حبيبتي اعتبريني انا اختك الكبيره وبقولك على شويه نصايح ان شاء الله لو انتي ما كنتيش تعرفي عنها حاجه تاخدي بالك منها وتروحي تطلبيها من مامتك على طول. ندخل بقى على النصيحه المهمه جدا 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 دلوقتي، الفترة الصعبة اللي بتحصل في الشهر لكل البنات. الفترة دي لازم تهتمي بنفسك وبنظافتك بشكل مضاعف. اختاري الفوط الصحية المناسبة ليكي وتكون ناعمة قطنية مريحة جدا سريعة الامتصاص، وانتي مع الوقت هتعرفي نفسك انتي محتاجة انهي نوع، هل سميكة، الطويلة، العادية. وعايزة اوصيكي ان انتي لازم دايما تكوني عارفه المواعيد وعارفه ميعادها هيجي امتى، وتكوني عامله حسابك قبلها بفتره كده يكون معاكي واحده احتياطي في الشنطه بتاعتك. الحاجه دي تتغير لا يقل عن 3 مرات في اليوم عشان طبعا صحتك وصحه المكان ده وعدم تكون بكتيريا. والمكان ده لازم يتغسل كويس جدا بالميه بس. انا باكد معاكي على الميه بس، تحاوليش ان انت تستخدمي اي حاجه تانية او اي غسولات تانية، اي منظفات فيها رغوه والحاجات دي في الوقت ده، لان ده خطر. بفضل في الشتاء طبعا، هو ده اكيد يعني هو اللي لازم يحصل، تكون الميه اللي بتستخدميها تكون ميه دافيه شويه مش سخنه ومش ساقعه. لازم بعدها على طول نعمل ازاله للشعر على طول عشان خاطر الطهاره وعشان خاطر بتكون اسهل جدا في الوقت ده. ندخل بقى على النصيحه اللذيذه اللي بعدها. هتجيبي بقى سله لذيذه وحلوه كده، هتحطي فيها مجموعه عنايه لبشرتك سكين كير. عباره عن ايه؟ عباره عن غسول يكون لطيف حلو ومناسب لنوع بشرتك، وهيكون معاه فرشه اسنان وكريم مرطب برضو مناسب لنوع بشرتك لو انتي بشرتك محتاجه كريم مرطب. ولو بقى بتنزلي بالنهار مدرسه دروس وبشرتك هتتحرق من الشمس، فاحنا هنعمل ايه؟ هنطلب من ماما مصروف زياده شويه لمره واحده علشان نجيب صن بلوك كويس يحمينا من الشمس الصبح. وعلى القناه هنا انا رشحت لكم صن بلوك حلو جدا، وعلى انستجرام عامله ريل هناك لمجموعه صن بلوك، وهسيب لك لينك الانستجرام بتاعي في اول تعليق. النصيحه دي بقى عشان خاطر تهتمي بايديكي وعنايتك بايديكي، حاولي تخصصي يوم في الاسبوع علشان تعتني بايديكي، تعملي لها باديكير. سواء كنت عايزه بقى تطولي ضوافرك او تقصريها، لازم تهتمي بنظافه ضوافرك كويس جدا. وانا عن نفسي افضل ان انت ما تطوليش ضوافرك وانت في السن ده، انت بنوته عسوله كيوته كده، طول الضوافر ده مناسب ليكي جدا. واحرصي دايما وانت بره البيت يكون معاكي المعقم بتاع الايد او وايب او الاثنين، على طول ايدك دي تبقى نظيفه ومتعقمه، واول ما تروحي البيت على طول تتغسلي. ويكون معانا كريم مرطب للايد حجمه صغير كده عشان يفضل معانا في الشنطه على طول. على طول نرطب ايدينا، تكون ريحتها حلوه، يكون ريحته لطيفه كده وخفيف، وايدك يبقى شكلها ناعم طري صحيه بتلمع شكلها جميل، وبرده تستخدميه وانت في البيت. الشرابات لازم تتغير باستمرار، ما ينفعش ان انا البس الشوز بتاعي وامشي وانا مش لابسه شراب، ممكن رجلك تعرق اصلا، مش هيبقى سهل معاكي في الحركه، ممكن يعمل ريحه مش حلوه. لازم تلبسي شراب، ولازم الشرابات تتغير باستمرار. حتى لو رجلك ملهاش ريحه برضو لازم تلبسي شراب. المدرسه، بتروحوا المدرسه يا بنات دلوقتي ولا ما بتروحوش؟ المهم لو انت بتروحي المدرسه طبعا للاثنين، محجبه وغير المحجبه، على طول شعرك معتنيه بيه نظيف ريحته حلوه. ان شاء الله على قناتي هنا هعمل لكم سلسله فيديوهات ورا بعض عن الشعر. اخر نصيحه بقى لو انا طولت عليكم حاجه اكسترا كده ليك، هنجيب ازازه برفان كده حلوه صغيره ريحتها لطيفه منعشه فريش هاديه رقيقه حلوه زيك، ممكن على ورود، على حاجات فروتي كده
هتكون مناسبه جدا لسنك علشان خاطر تستخدميها وتكون على طول ريحتك حلوه وجميله ونظيفه. ممكن تخلي معاكي برده من نفس الريحه دي او حاجه مختلفه ازازه بادي سبلاش تكون صغيره، تكون معاكي على طول في الشنطه. عايز تحسي ان ريحتك بقت احلى، تجددي كده ريحتك وتكوني منتعشه، ترشي منها. وبرده روحي للروايح الهاديه اللي فيها ورود، اللي فيها انتعاش. ودي كانت ال10 نصايح اللي هتبداي بيها الدراسه ان شاء الله. كوني دايما في منتهى النظافه والانتعاش والريحه الحلوه اللي هتفتح نفسك على الحياه كلها. واتمنى لكم التوفيق وسنه دراسيه سعيده باذن الله. وختمنا سلامنا، باي باي.